وهو العيد ايه بقى غير حبة قراقيش كده حلوين بشمر وينسون او عجوة او ملبن مع شاي بلبن. يلا بينا نعمل مع بعض شوية قراقيش كده حلوة تفكرنا بالزمن الجميل، الزمن اللي فات. ريحتها كده تحس فيها ببيوت زمان بأمهاتنا وجداتنا، مع كوباية شاي بلبن بقى. دي في العيد، هو ده العيد. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، ونبدأ فيديو القراقيش. كتير كتير سألوني على القناة وعلى البيج على القراقيش ازاي تطلع يعني من بره كده مقرمشة ومن جوه تكون دايبة وتكون طعمها حلو ومظبوط على الشعر. النهارده هنعمل مع بعض القراقيش، قراقيش بالشمر واليانسون، والعجينة دي كمان تنفع تتحشي عجوة او ملبن براحتك خالص، بس انا النهارده عملتها بشمر وينسون. بصوا القوام بتاعها عامل ازاي، حلو جدا وهتعجبكم ان شاء الله باذن الله، وكمان مش صعبه. ويلا بينا نقول بسم الله ونبدا المقادير. معايا هنا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، العادي اللي انا بستعمله ان هو اعمل عيد، وحطيت عليه ذره الملح. الدقيق ده انا نخلاه. معايا 3 معالق كبار سمسم، معلقتين شمر وينسون مطحونين ومتحمصين، ودي 3 معالق كبار نشا، ودول 3 معالق كبار او 4 سكر بودر على حسب مزاجك في القراقيش بتحبيها ازاي. وده يعني كده نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وده كيس خميرة فورية. معايا هنا بقى المادة الدهنية بتاعتي، انا مستعملة 300 جرام سمنة بلدي، مسيحاها بس مش يعني مش مقدوحة، هي بس سايحة، وعليها 200 جرام زيت ذرة. معايا هنا كوباية مية هحط عليها كيس الخميرة، ومعايا كمان 3 معالق لبن بودر هيديله طعم حلو قوي. اول حاجة عملتها كيس الخميرة دوبته في كوباية مية دافية، وحطيت عليه كمان شوية سكر بودر عشان اشغل الخميرة بتاعتي. هسيبهم على جنب، والخطوة دي مهمة جدا عشان نعرف اذا كانت الخميرة شغالة ولا فيها مشكلة. هحط بقى كل مواد الجافة على بعض، سكر البودر، لبن البودر، السمسم، وشمر وينسون مطحون، 3 معالق كبار نشا، وهبدأ اقلب كله على بعضه. سهلة قوي، مش محتاجة اي افتكاسات. هحط كمان 5 جرام او 7 جرام بيكنج باودر او نص معلقة صغيرة. عندي بقى في العجين هنزل بكل المواد الجافة مع بعض، وهحط عليها المواد الدهنية اللي انا عملتها سمنة وزيت. لو بتحبيها دايبة قوي زي الكحكة كده هتحطي كل المقدار بتاعك سمنة، ولو بتحبيها ماسكة نفسها كده وحلوة وفي نفس الوقت بتدوب، يبقى هتعملي المقدار بتاعي 300 سمنة على 200 زيت. ولازم الزيت يكون زيت ذرة ملوش اي ريحة ولا ليه اي نكهة. ولو بتحبيها ناشفة قوي بقى قوي يعني زي البقسماط كده، هتحطي المقدار المادة الدهنية كله زيت. المهم ان مقدار المادة الدهنية بالنسبة لكيلو دقيق يبقى عندي 500 جرام. حطيتها في العجان، وينفع جدا تتعمل على الايد بالمنظر ده، تبقى بتتبس كده زي ما بنبس الكحك والغريبة. انا هنا حطيتها في العجان عشان انجز بس وقت شوية. حطيتها في العجان تقريبا 5 دقايق، ودي خطوة مهمة جدا عشان تطلع معاكي القراقيش مش ناشفة قوي معضمة، يعني تبقى حلوة كده. بصوا الخميرة على جنب عملت ازاي، ما شاء الله فارت كده. يبقى كده الخميرة تمام شغالة معانا. هبدأ احطها على المواد الجافة والسمنة بعد ما تبسوا كويس. دي العجينة في الاخر اللي انا محتاجاها. بصوا اما اجي اكورها كده واعمل فيها اي حفرة كده، تبقى مش بتشقق خالص. بصوا كده ما فيهاش اي تشققات من اي ناحية، والعجينة سلسة كده معايا كده، تبقى تمام ينفع تتشكل. هسيبها بس ترتاح 10 دقايق بالظبط لغاية ما احضر الصاجات واولع الفرن. الفرن هولعه على 180 واسيبه 10 دقايق مقدار ما هبدأ اشكل العجين. وبعدين اسيب العجين ربع ساعة كمان بعد ما يتشكل، يعني هنريحها كده 10 دقايق وربع ساعة في الاول، وبعد ما نشكلها هنبدأ نسيبه 10 دقايق ربع ساعة تاني يتخمر، وبعدين نبدأ ندخلهم الفرن. بياخدوا تقريبا ربع ساعة في الفرن او اقل كمان على حسب الفرن بتاعك. غطيتها كده كويس بفوطة مطبخ وسبتها ربع ساعة. دلوقتي هبدأ اشكلها
على اي مفرش سيليكون او ورق زبدة او اكياس بلاستيك. هبدأ احطها كده، احط العجينة اعمل لها زي اسطوانة، وهبدأ ابططها كده كويس واسويها بس بالعجانة. انا مش بفردها بالعجانة او بالنشابة، سوري بالنشابة، مش بفردها بالنشابة خالص، انا بس بسوي العجين من فوق. بتتعمل يبقى بتبقى تقريبا وسط، مش تخينة ومش رفيعة عشان ما تتحرقش، ومش تخينة عشان ما تبقاش معجنة. بس هبدأ اقطعها كده بقطعة البطاطس اللي هي الكرينكل، او بأي قطعة عندك خالص. ممكن تتقطع بالسكينة، وممكن تتقطع لو عندك السكريبر اللي بنسوي بالتورتة بظهر سكينة عادي جدا، هتتقطع بأي حاجة. انا قطعتها كده يعني عشان تعمل شكل، وهبدأ ارصها في الصاج من غير ما ادهنه اي حاجة. بس هبدأ ارصها كده طبعا عشان هي طرية جدا، فبحس ان الصباع كده بيبقى مش متظبط. هوريكم دلوقتي هنظبطه ازاي في الصينية. ممكن تقطعيها اشكال تانية، مربعات بقى، تعمليها اشكال. لو عندك القطاعات بتاعة السابلي ممكن جدا تقطعيها بالقطاعات دي. بصوا بنفس القطاعة اللي انا قطعت بيها هبدأ اساوي بيها بس كده في الصاج عشان يتساووا ويبقوا مرصوصين ويبقوا طول واحد. اهو تاني بوريها لكم تاني. بنعمل اسطوانة عادي، وببدأ افردها حاجة بسيطة خالص بايديا كده، واسويها بالنشابة او بالنشابة حاجة بسيطة خالص عشان يبقى السمك بتاعها يعني متوسط. هبدأ اقطعها بالقطاعة دي عشان اضمن ان كلهم يبقوا طول واحد. هبدأ ارصهم كده وادخلهم في الفرن زي ما قلت لكم، فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 170 او 180. هيقعدوا في الفرن تقريبا 10 دقايق ربع ساعة وتطلع بالجمال ده. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وفولو على البيج على الفيسبوك وعلى التيك توك. واشوفكم فيديو جديد قريب ان شاء الله. باي باي.